أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وضعية جوية ستكون غير مستقرة على الجهة الشمالية للوطن خاصة الغربية والوسطى. هذا الاضطراب الجوي سيكون فعال بداية من الأيام القليلة القادمة، ولكن خلال صباح اليوم إن شاء الله إلى غاية الظهيرة نوعا ما هذا الاضطراب سيكون من منضعف إلى متوسط الفعالية، يعني الأمطار ستبقى متفرقة وستبقى محلية على السواحل الغربية والوسطى، تمتد نحو المناطق الداخلية. أجواء ملبدة كليا على المرتفعات والجهة الشمالية الشرقية، ولكن ستكون خلال صبيحة بدون فعالية إلى أن يلتحق بها الاضطراب الجوي خلال الساعات القليلة القادمة. أما على الجهة الجنوبية تقريبا سنسجل أجواء فيها مستقرة، يعني من غائمة جزئيا إلى صافية على العموم على أقصى الجنوب. درجات حرارة ستكون منخفضة على الجهة الشمالية طيلة هذا الأسبوع ما عدا الجهة الجنوبية للوطن، أين يعني الاضطراب أو أقول درجات الحرارة ستعرف نوعا ما ارتفاع طفيف، ستكون فوق معدلها الفصل لرجع للتيارات الجنوبية الغربية والغربية التي تحمل نوعا ما هواء ساخن سيؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على وسط وأقصى الجنوب. أما على باقي الولايات الجنوبية تقريبا درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين 12 حتى 20 درجة. الجهة الشمالية على المناطق الساحلية لا تفوق 16 درجات، تتراوح ما بين 7 درجات إلى 11 درجة بين المناطق الداخلية والمرتفعات. أما خلال الأمسية إن شاء الله سنسجل نفس الأجواء، أجواء دائما مضطربة على الجهة الشمالية، سيلتحق بكل المناطق الشمالية خاصة الشرقية منها والمرتفعات، ولكن الثلوج إن شاء الله ستبقى حاضرة بداية من نهار الغد على المرتفعات التي فوق علوها عن 1000 متر. بالنسبة للجهة الجنوبية هذا الاضطراب سيلتحق بالجهة الجنوبية الغربية خلال نهار الغد بحول الله إلى أن تكون مستقرة تقريبا على وسط وأقصى الجنوب، تمتد نحو الجهة الجنوبية الشرقية. الرياح ستبقى حاضرة خلال أمسية اليوم على السواحل والمناطق الساحلية للوطن، سرعة الرياح فيها تتراوح ما بين 40 حتى 50 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لدرجات الحرارة إن شاء الله درجات حرارة منخفضة نوعا ما، سنسجل درجات حرارة ما بين الدرجة 1 تحت الصفر إلى درجة 1 فوق الصفر على المرتفعات الداخلية للوطن، تفوق 7 درجات على كل المناطق الساحلية. أقصى الجنوب سنسجل فيها 15 درجة بعين قزام، 13 ما بين أدار العين صالح. أما على الجهة الجنوبية الشرقية والغربية تمتد نحو شمال الصحراء درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين 7 درجات إلى 12 درجة. بحر مضطرب على طول الشريط الساحلي خلال الظهيرة إن شاء الله، هنا سرعة الرياح فيه تفوق 40 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لنوعا ما على السواحل الشرقية خلال صبيحة البحر سيبقى قليل اضطراب إلى هادئ، ولكن على السواحل الغربية والوسطى البحر فيها سيبقى مضطرب كما قلنا، سرعة الرياح ستفوق 40 كيلومتر في الساعة مع الظهيرة إن شاء الله. اتجاه رياح سيبقى جنوبي غربي إلى غربي تماما على طول الشريط الساحلي. دائما بالملاحة والصيد البحري نختم نشرتنا دائما بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس. الغروب سيكون على الساعة 5:47 بالجزائر العاصمة وضواحيها. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.